صراحة أحسن. يعني رد فعلك اللي عملتيه أول ما شفتيها وهي محروقة كان غريب جدا. المفروض إن انتوا صحاب يعني. مش عارفة اقول لكم ايه، والله انا بحبها جدا. بس يعني انا ساعات بتعامل بطريقة عكس طبيعتي. يعني انا لما شيرين قالت انها جالها فيروس، بجد انا خفت اتعدي منها. بس لما قعدت افكر كده وهديت، قلت لا، سماح مستحيل اصلا تعمل كده. مش عارفة اوصف لكم الموضوع ازاي. يعني انا كنت عايزة احضنها بس مترددة ومش عارفة ليه. يا نيلي انت انسانة طيبة وجميلة والكل هنا بيحبك، وعادي يعني كلنا عندنا نفس العيب ده. ساعات ما بنبقاش عارفين نتصرف في بعض المواقف. المهم ان انت تروحي لها وتوريها ان انت واقفة جنبها. بس على فكرة بقى، انا اتأكدت انه فيروس. انتوا ما شفتوش شكلها بقى عامل ازاي؟ لا لا، ده انا الدكتور اكد لي فعلا ان هي مادة كاوية، وستر ربنا يعني انها ما دخلتش في عينيها. عامة انا كلمتها وقالت لي ان باباها هيجي ياخدها بكرة الصبح. طب يلا بقى عشان احمد هيستناكي تحت كتير. احمد؟ ده احمد مين بقى ده ان شاء الله؟ لا لا ابدا، ده معيد عندنا في الكلية ومسافر معانا عادي. مسافر معانا كمان؟ لا لا لا، ده الموضوع شكله كبير قوي. لا ده انتي تحكي لي كل حاجة.
انت ازاي عماله تمسكي ايديها وتطبطبي عليها كده؟ ما يمكن الفيروس اللي جالها ده معدي. هي طلع عندها فيروس؟ بيقولوا كده. ايوه جالها فيروس، ومش عارفين ليه علاج لحد دلوقتي، والاستاذه عماله تطبطب عليها. يا شيخ حرام عليك، اتقي الله، انت مش عارفك ان هي عندها فيروس، بتقولي كده بس وخلاص. بص، هي طيبة قلبك دي حاجة كويسة وانت عارفة ان انا بحبها، بس برضه لازم تخلي بالك على نفسك شوية. حاضر. يا اخي ما انت ما عندكش دم صحيح. حط قدامك طبقين فول وتاكلهم لوحدك. طب اديني حته طبعا المفول يجي. عض قلبي ولا تعض رغيفي، خليك في حالك. يا عم كرم هات الفول يلا خلينا ناكل. حاضر حاضر حاضر. احلى طبقين فول بالهنا والشفا. تسلم يا عم كرم يا جميل. امسك يا عم كرم. ايه؟ هات لنا بيض بدل اللي خلص ده. من عينيا الاثنين. بقول لك ايه، هو انت ليك في موضوع العفريت ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عفريت الا بني ادم. بس بصراحه يعني انا شفت عفريت وانا صغير. عفريت؟ وام الله يرحمها كانت دايما تضربني وتقول لي امشي يا عفريت امشي يا عفريت. ماشي يا عم كرم ماشي. بس عليه شويه فول ايه؟ عسل. كل يا طفص. بقول لك ايه صحيح؟ انت كنت تعرف ان اسمها سحر دي كويسه؟ طبعا. سحر اللي ابوها بيجي عليها هو الظابط. بشوفها. قول لي بقى، هي فعلا كانت بتروح وتيجي مع شباب وعربيات تجيبها وعربيات توديها وكده؟ ليه؟ ولا منظر؟ في ايه؟ شايفني سوسن؟ يا عم هو ايش عرفه هو؟ اكيد لو حد كان بيجيبها ويوديها اكيد كان بيستناها بره الفيلا قاعد، اكيد مش هتدخله جوه معاه الفيلا. فين؟ هو انت بتسال مين؟ هو انت فاكره ظابط؟ يا بقولك ايه؟ امال على الكتافات دي ايه؟ منظر؟ منظر. كرم! اسم المعلم كرم. نعم. 3 فول هنا. 3 فل لمين؟ ما انتوا مش هتاكلوا. امال مين اللي هياكل الثلاثه فول؟ انا. هلاقي دي حته مني ماليش غيرها في الدنيا كلها. ما تقلقيش خالص، هنق في عينيا. طيب المرة الجاية بقى ممكن اجيب بابا وماما؟ وماله يا حبيبي، ينوروا يا ميت اهلا وسهلا. نورت المحل يا ست الكل. شكرا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا. ست الحوالة. هات حق ايدك. السلام عليك. هات ايدك على مهلك. ايوه سندني. على مهلك على مهلك. على مهلك على مهلك. كاتين على مهلك على مهلك. بالراحه يا ابني. على مهلك على مهلك. اقعد مستريح. الف الف سلام عليك ست الكل. النبي يا ابني، روح هات لي كركديه من القهوه اللي بره. عيني. اجري يا ابني هتلاقي حاجه ساعه بسرعه. حاضر معاك. معلش.
الو. فله اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب. والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فله اتخطبت؟ ايوه يا مارو. وانت فرحان؟ في قمه سعادتي. انت يا ابني ما عندكش دم. يا ابني انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم، تعرف نيللي كريم، منة شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فله وورده. الو. مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب بكره هنكون عند حضرتك. في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فله دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. تتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت حلوت. والله وحلوت حلوت. والله وحلوت حلوت. حلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ حلوت. هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي واهي كمان. اهي في ايه بقى؟ في ايه؟ ها؟ في ايه يا سماح؟ اعوذ بالله. في ايه؟ ايه ده؟ ده صوت سماح. صدقي فعلا صوت سماح. تعالي نشوف ايه بسرعه. يلا خايفه قوي. يلا امشي. نفسي اعرف حصل لها كده ازاي. يا بنتي دي بتقول في حد دخل ادلق على وشها بطاس. لا يا جماعه، انا كنت نايمه جنبها على السرير، ما حسيتش ان في حد غريب دخل الاوضه. يا بنات مفيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعتب باب الفيلا. اهم حاجه يا بنات محدش يقرب منها خالص، لانه ده فيروس منتشر ممكن جدا تتعدوا. انا خايفه عليكم. وبعدين مش هي دكتوره وشاطره تعالج نفسها. الاسعاف وصلت برد. ما تخافيش يا سماح، ان شاء الله هتقومي بالسلامه. ما تخافيش. هو لا حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ اعوذ بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. يا ساتر يا رب. لا حول الله يا رب. لا اله الا الله. ايه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كتل شاي. كتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كليه الطب، بس هي نفسها بتقول لا، ان شيرين دلقت على وشها بطاس. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه. انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ انسه شيرين؟ لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا، ده اكيد فيروس. وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا. انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم.
هتطعمي؟ حر. تعالى بقى بينا نروح نطعم عشان أنا ابتديت اتهرش. رد عليا مروان. لا صاحبك مش عايز يطعم، هو حر. تعالى بينا احنا بقى نروح نطعم احنا. سيبك منه. ايوه سيبك منه يلا. هما كلهم مشوا وسابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟ 100 مرة اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده هو انت هتستهبلي؟ كفاية اللي بتعمليه ده. انت فاهمة؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفه. واللي انا بعمله ده هو اللي بدأه موسى بيه قبل ما يموت. ولا انا غلطانه؟ يا بنتي انا خايفة عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض. صدقيني انا خايفة عليكي. لا ما تخافيش عليا، انا بعرف اعمل كل حاجه لوحدي ومش محتاجه مساعده من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريدة ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفه عليكي كانش لايق خالص. الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوة، من هنا ورايح هتشوف الوش التاني. ايوه بقى، ايوه بقى، خلي الحياه تحلو وترجع تاني، عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت، لان انا فريدة ممتاز. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا ده؟ أؤمر يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز اقابل صاحبة الدار. هو انتوا جايين عشان الدكتورة سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا ما فيش حاجة، ده هي بس اكمنها يعني شغالة في كلية الطب، فجالها فيروس من المشرحة اللي هي شغالة فيها، انما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود ابو سعد، رئيس المنطقة الأمنية هنا. رئيس المنطقة؟ طب تعالى وريني صاحبة الدار فين؟ اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك. افندم. المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر، الطالبه في كليه اثار. سحر بقى لها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سأل عليها هنا قالوا انه سابت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخل بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك، وانها كانت بتضايقها واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير، حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين موسى دليل، صاحبة الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الاستاذ رأفت والد سحر بيقول ان سحر اخر مره كلمت والدتها اشتكت منك،
وبتقول انك بتتخانقي معاها وتوعدتيها، وبعد كده اختفت. ولما جه سأل عليها هنا قالوا انها سابت البيت وسافرت البلد. انا ما اتخانقتش معاها خالص، انا بس شديت معاها شويه، وبصراحه هي سلوكها ما كانش كويس. واخر مره دي تحديدا انا حذرتها، مش هددتها، حذرتها لانه كان في شباب بيوصلوها لغايه الدار، ودي دار محترمه وفي بنات ناس هنا، لازم نحافظ على سمعه المكان. انا بنتي استحاله تعمل كده. طيب انا ما كنتش حابه اني اقول الكلام ده قدام حضرتك ومراعيه مشاعرك، لكن للاسف انا مضطره اقول لك انه سحر هربت مع الشاب اللي كان بيوصلها كل يوم وش الفجر، واحنا متاكدين من الكلام ده. وانا اضطريت مره ان انا اقفل باب الدار واخليها تبات بره. انت كدابه. بنتي متربيه كويس، استحاله تعمل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. هي فعلا متربيه كويس قوي، وانا مستوعبه انفعال حضرتك، لكن انا هثبت لك كلامي. سعيد لو سمحت روح عند ام شهاب. تحت امرك. طب طالما هي سلوكها كده، ما اتصلتيش باهلها ليه وبلغتيهم؟ لا انا ما اقدرش اتصل باهلها، لانه دي مش دار لتعديل السلوك للطالبات، دي دار سكن. لما بنلاقي طالبه سلوكها مش كويس بنطلب منها ان هي تمشي. وما طلبتيش منها ليه انها تمشي؟ طلبت منها، والله طلبت منها انها تمشي، بس هي ما رضيتش وتعاملت معايا بشكل مش كويس. حتى اسال مدام فريده. فريده دي والدتك صح؟ ام شهاب هي اللي مسؤوله عن البنات هنا في الدار، كلهم بيحبوها وبيثقوا فيها، بيعتبروها زي مامتهم. ام شهاب. ام شهاب. نعم يا ناس شيرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متاخر قد ايه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لا؟ ايوه سحر كانت بتيجي متاخر، كل ليله كان شاب جديد بيوصلها، ولما عاتبتها الانسه شيرين كانت بترد عليها بطريقه مش كويسه. انا متاكد انكم عملت ببنتي حاجه. انا بتهمهم يا حضرة الظابط ان هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. انا عارف بنتي كويس. طبعا انا متاكده ان حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك مطلق مامتها بقالك فتره، وبقالك تقريبا سنه ما بتشوفهاش وما تعرفش حاجه عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لأم شهاب وأم شهاب حكت لي. أم شهاب وأنا قريبين جدا زي الإخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسماح كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سماح طالبة في كلية الطب، تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي، مسكينة. مرض جلدي يا حبيبي. البنت صابرين ما عدتش عليك النهارده ولا ايه؟ ما عدتش ولا شفتها ولا شميت ريحتها. امال هتقضى منين؟ تقضى يعني ايه؟ انا مالي؟ هو انا مدير اعمالها؟ وانت بني ادم، انت مش هتدفع ثمن اللي انت طفحته؟ ادفع ايه؟ ده انت المفروض اخد فلوس منك اصلا، مش اكل طعم وحش. ايوه ياخد فلوس منك، امال ايه طعمه وحش اهو، دقت انا. ده طعم وحش الاكل ده؟ طب اتكل على الله من هنا. طب بقول لك ايه؟ هات اي حاجه من عندك. نفس الحاجه من عندك. ازاي يعني؟ هقول لك حالا، خد وهات. هات ما دام في فلوس، هات خد. خد. ايه ده؟ الفول ده محروق. ايوه الفول ده محروق. ايه خبيها لا الحكومه تحبسنا، امشي اتكل على الله. محروق ايه؟ هو انا بديكم من قعر القفه؟ من قعر القدره؟ انا هفضل ادور على بنتي، ولو عرفت انك ورا اختفائها مش هرحمك. عيب، بجد عيب. أنا متحملة حضرتك من بدري علشان مراعاة لحالتك النفسية. مش هرحمك ايه؟ لما تبقى تلاقيها. لما يلاقيها؟ قصدك ايه؟ يا فندم أنا عارفة الأشكال دي كويس، دي طفشت مع الراجل اللي كان بيجي معاها. اخرتي، أنا بنتي أشرف منك. يمكن لو كنت وفرت طاقتك دي إنك تهتم بيها وتحتويها ما كناش بقينا في الموقف ده. لو جبت سيرة بنتي تاني على لسانك
انا هقتلك. خلاص خلاص يا استاذ رافض، انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. يلا بينا. مشفقة عليها قوي. انت مختفيه فين اليومين دول؟ سيبوني في حالي، كفايه اخر مره. سيبك ازاي يا صابرين؟ انتوا اختنا، معقول نسيب اختنا برضه؟ اه هو ممكن مش ام واحده، بس الشارع هو اللي جمعنا وخلانا ناكل على رصيف واحد. صابرين نعم. قولي لي بقى، فين نوجه وليلى؟ لا والله ما اعرفش عنهم حاجه. يعني حتى اخواتك اللي كانوا معاكي في المؤسسه مش عارفه عنهم اي حاجه؟ هو انتوا عايزين مني انتوا الجوز بقى؟ عاوزينك في مصلحه هتغير حياتنا كلها. لا بقول لك انت وهو، انا مش هشتغل معاكم تاني، فاهمين؟ صابرين استهدي بالله كده احسن لك. ايوه مش عايزين نسمع الناس بينا. يا علاء تلاقيها قلقانه، بس هي بتاعتنا والله. لا بقول لكم ايه، انتوا عارفين ان الشغل ده ما ياكلش معايا، انا اصلا ما بخافش. بس هتخاف المره دي، في عمليه معايا ولازم تكون انت موجوده فيها، وانت لازم انت تعمليها، وذوقها هيفهمك على كل حاجه. انا رايح اجيب سجاير وارجع لكم. سلام. سلام. بصي بقى انا هفهمك الحوار من طقطق لسلام عليكم.